كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات الخاصة بأزمة أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك مع إدارة ناديه، خاصة بعد تحويله للتحقيق وانقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد انتهاء العلاقة بين الطرفين. ولم يحضر زيزو جلسة التحقيق التي كان مقرر عقدها في النادي أمس السبت بسبب تغيبه عن التدريبات الجماعية دون إذن مسبق. وكان النادي الأبيض قد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه رحيل زيزو عن الفريق عقب نهاية عقده بانقضاء الموسم الحالي في ظل تعثر مفاوضات التجديد. ومن جانبه دخل زيزو في مفاوضات مع الأهلي وبات قريبا من الانضمام إليه، بينما أحال الزمالك اللاعب للتحقيق بسبب تصريحاته ضد النادي عبر وسائل الإعلام، بالإضافة لتغيبه عن التدريبات. وكان أشرف عبد العزيز محامي زيزو كشف في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب لن يحضر التحقيق، موضحا أنه لم يتسلم إخطارا رسميا بعلم الوصول يحدد موعد الجلسة. أضاف: لا نتعامل مع هذه الأمور عبر بيانات على السوشيال ميديا. ووفقا لما أوضحه تقرير لقناة النهار المصرية، فإن الزمالك سيقدم شكوى رسمية ضد زيزو في اتحاد الكرة، ومن ثم تصعيد القضية للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية. وأضاف: الزمالك يريد الحصول على تعويض وهو قيمة عقد زيزو كاملا، ويستند إلى أن اللاعب ساهم في خسائر الفريق لعدة بطولات. وتابع: الموضوع يبدو غير منطقي، والزمالك يحاول الاستناد إلى أن زيزو انقطع عن التدريبات وكان سبب في خسارة بعض البطولات مؤخرا. الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية رغم أن الإدارة والمدير الفني وراء قرار استبعاده من اللقاء. واشتعلت الأزمة بين زيزو وإدارة النادي الأبيض في ظل شكوى اللاعب والمطالبة بحصوله على مستحقاته المتأخرة التي تصل إلى 73 مليون جنيه مصري، ولكن إدارة النادي تقر بأحقيته في 9 ملايين جنيه فقط، وسيتم خصم منها نسب الغياب الخاصة باللاعب وامتناعه عن التدريبات. وينتظر الزمالك مواجهة مهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل في ثالث جولات المرحلة الثانية مجموعة حسم اللقب من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي. وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات ال18 ناديا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منها حسب ترتيبها. ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارا وخمسة تعادلات، فيما نال 3 هزائم. أما المصري فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من 9 انتصارات و7 تعادلات، فيما نال 3 خسائر أيضا في الموسم الحالي من الدوري المحلي.